شارك تربح معانا، حاول تلقى الإجابة، معكم يبقى لقانا دين وعلم وثقافة. شارك تربح معانا، حاول تلقى الإجابة، معكم يبقى لقانا دين وعلم وثقافة. مع الناس مع الناس جرب حظك يمكن تربح، تتوفق وتفوز وتفرح. جرب حظك يمكن تربح، تتوفق وتفوز وتفرح. يمكن يومك يحلى معانا في برنامج مع الناس، يمكن يومك يحلى معانا في برنامج مع الناس. هو أحد أشهر الملوك التبابع اليمنيين القدماء، وقد سميت إحدى قارات العالم تيمنا باسمه، وقد خاض العديد من المعارك، منها معركة بين قبائل قحطان ضد الترك والصين والحبشة وبابل وخراسان والسند ومعظم مناطق العالم. وانتهت المعركة بانتصار قبائل قحطان، وحكم العالم لعدة قرون. كما أخذ الإتاوة من جميع البشر، وكان قائدا لإحدى أقوى الجيوش التي عرفتها البشرية، حيث كان عدد جيش قحطان 190 ألف فارس. وسؤالنا لهذا اليوم يقول: من هو الملك اليمني القديم الذي حكم العالم وسميت أحد قارات العالم باسمه؟ يلا معانا نشوف إجابة لهذا السؤال مع الناس. في برنامج مع الناس السؤال يقول: من هو الملك اليمني الذي حكم العالم وسميت إحدى قارات العالم تيمنا باسمه؟ ما أفهمش. به ملك يمني حكم العالم وسميت إحدى قارات العالم باسمه. ما أفهمش. ما بش عندك معلومة؟ ما عنديش معلومة. شكرا جزيلا لك. من هو الملك اليمني الذي غزا العالم وسميت قارة على اسمه؟ ذو القرنين. لا غلط. إبراهيم حبشة. لا شكرا لك، إجابة خطأ. السؤال يقول: من هو الملك اليمني الذي حكم العالم وسميت إحدى قارات العالم تيمنا باسمه؟ تقريبا تبع اليماني. هم الملوك التبابع اليمنيين هم الذي يعني حكموا أغلب العالم، لكن ما هو اسم الملك التبع اليماني الذي حكم العالم وسميت إحدى قارات العالم تيمنا باسمه؟ عندك معلومات عن يعني كان معي معلومات خلفيتها في التاريخ وبالذكر. سبحان الله العظيم. سبحان الذي لا يسمع. شكرا جزيلا لك. ملك يمني احتل العالم وسميت قارة على اسمه، من هو هذا الملك؟ التبع اليماني هو تبع اليماني، بس في ملك احتل العالم شكرا. لا. السؤال يقول: من هو الملك اليمني الذي حكم العالم وسميت إحدى قارة العالم تيمنا باسمه؟ منو؟ الذي قلت لك أنا منو؟ والله ما ادري. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. من هو الملك اليمني الذي حكم العالم وسميت أحد القارات على اسمه؟ ما أنا داري منو. مش أي معلومات، هانا تدور. شكرا لك. السؤال يقول: من هو الملك اليمني الذي حكم العالم وسميت إحدى قارات العالم باسمه؟
أقرب لك السؤال. ملك من الملوك التبابعة اليمنيين الذي حكموا العالم. التبع اليماني. التبع اليماني هو لقب يعني الملوك التبابعة اليمنيين. من هو الملك التبع اليماني الذي حكم العالم وسميت إحدى قارات العالم باسمه؟ أنا ما أعرف إلا التبع اليماني فقط. كلنا نعرف التبع اليماني. التبع اليماني هو لقب صراحة. لقب يعني للملوك التبابعة. التبع اليماني فلان فرضا التبع ذمار علي، أسعد الكامل، شمر بنيه رعش كذا. من هو الملك اليمني التبع الذي حكم العالم وسميت إحدى قارات العالم باسمه؟ ما فيش مساعدة ولا قد أنا مع الباقي لا أدي اسمه بس. ماشي. ما بي. ما فيش. شكرا جزيلا. السؤال يقول: من هو الملك اليمني الذي حكم العالم وسميت إحدى قارات العالم باسمه؟ الملك اليمني ذو القرنين. ذو القرنين لا. ذمار علي. ذمار علي هو من الحكام التبابعة اليمنيين، لكن لم يحكم العالم. من اللي حكم العالم؟ ملك يمني حكم العالم وسميت إحدى قارات العالم باسمه. والله أعرف لا ولا. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من هو الملك الذي احتل العالم؟ هو ملك يمني طبعا، وسميت قارة على اسمه. ذو القرنين. ماشي غلط. من هو الملك اليمني الذي حكم العالم وسميت إحدى قارات العالم باسمه؟ مشهور ذمر علي هبر. أو أنا قد قريت هنا عرفت أن ذمر علي هبر هو آخر ملوك حمير. وما أعرف شو يمكن اللي لقبها الكندي، ابن حجر الكندي يمكن اللي سميته ولا اسمها مملكة كندا باسمه. أنت لحد الآن الوحيد الذي جاب لنا أسماء ملوك، لكن لم تتوفق بالإجابة الصحيحة. شكرا لك. السؤال يقول: من هو الملك اليمني الذي حكم العالم وسميت إحدى قارات العالم باسمه؟ والله لا. ما بش عندك ملك من الملوك اليمنيين حكم العالم؟ ما بش عندك. شكرا جزيلا. من هو الملك الذي حكم العالم؟ هو ملك يمني وسميت يعني قارة على اسمه. السؤال يقول: من هو الملك اليمني الذي حكم العالم وسميت إحدى قارات العالم باسمه؟ ملك يمني حكم العالم وسميت إحدى قارات العالم باسمه. ما ما فيش عندك معلومات؟ سيف بن ذي يزن. سيف بن ذي يزن. في برنامج مع الناس السؤال يقول: من هو الملك اليمني الذي حكم العالم وسميت إحدى قارات العالم باسمه؟ إفريقيس ابن ذي المنار. إفريقيس ابن ذي المنار، إجابة صحيحة، وهذه جائزة مقدمة من شركة داديه للصرافة والتحويل. تفضل. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. صدق الله العظيم. سؤالنا لهذا اليوم يقول: كم عدد العظام في جمجمة رأس الإنسان؟ يلا معانا نروح نشوف إجابة لهذا السؤال مع الناس. في برنامج مع الناس السؤال يقول: كم عظمة توجد في جمجمة رأس الإنسان؟ 360. 360 عظمة. أيام السنة 360، لكن العظام في جمجمة رأس الإنسان كم؟ كم توجد عظمة في جمجمة رأس الإنسان؟ 350. 350. والله إنك مرخص، نزلت لنا 10. سألنا على البرتقال. شكرا لكم. شكرا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم عظام يوجد في جمجمة الرأس؟ 7. مع الأسف إجابة خاطئة. السؤال يقول: كم توجد عظمة في جمجمة رأس الإنسان؟
ثمان. متأكد؟ للأسف إجابة غير صحيحة. تحياتي لك. كم عظام يوجد في جمجمة الرأس؟ أعتقد 256. هذا في جسم الإنسان كله يدو. تخيل في راسي 226 عظمة كامل 256. في الجمجمة فقط. قال لك هذه الذاكرة اللي اشتريناها الآن المخرج. شكرا لك شكرا لك. كم عظام يوجد في جمجمة الرأس؟ يلا هذا اللي ما حسبنا حسابه. السؤال يقول كم عظمة توجد في جمجمة رأس الإنسان؟ هذا والله ما 360. 360 عظمة. أنا ايش فيك تحاول يعني كم عظمة توجد؟ الحاجة ذي دنيا هذا حق الدكتور. تمام. هو سؤال في العلوم، كم عظمة توجد في جمجمة رأس الإنسان؟ أكيد كم؟ أكيد من 100 عظمة. متأكد من إجابتك؟ والله للأسف إجابة غير موفقة، وشكرا لك والدنا العزيز، الله يعطيك العافية. السلام عليكم. السلام عليكم. كم عظام يوجد في جمجمة الرأس؟ عظمين. إجابة خاطئة. كم عظام يوجد في جمجمة الرأس؟ تقريبا ما يوجد عظم. ما بش عمودها كيف هي يثبت؟ ثابت بالعمود الفقري. الجمجمة بالعمود هنا العمود وهنا الجمجمة. ما فيها ولا عظم، مش زي القفص الصدري مختلف. أرى مني أكثر إجابة خاطئة. خلاص. شكرا لك. السؤال يقول كم توجد عظمة في جمجمة رأس الإنسان؟ 360. 360 هي يمكن عدد عظام جسم الإنسان. 720. 720. الجمجمة لحالها كم يوجد فيها عظمة؟ 720. 720. شكرا لك. إجابة غير صحيحة. 436. كم؟ 436. 436. أنا مستعد أن أدي لك جائزة بس بشرط تقول لي من أين استخرجت إجابتك هذه؟ والله ما لقيتها من عقلي. ما دامي من عقلك إذن إجابة غير صحيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم يوجد عظام في جمجمة الإنسان يعني في الرأس؟ كم يوجد عظام؟ 15. زيدي شوية. 16 أو 17 كذا. يعني ما في خيارات. هم ما بش خيارات بس يعني. قربت وبعد. أيوة قربت أيوة. 17 14. كيف يا مخرج الشيء بقولها؟ 20. 22. أحسنتي وإجابة صحيحة، وأنا حصلنا عليها من مركز الكميم، والجائزة مقدمة من شركة دادي للصرافة والتحويلات. ألف مبروك. تولد القدرات العقلية للإنسان معه، ورغم ذلك فإن العقل يعمل على اكتساب المهارات والخبرات من البيئة، كما أنه يتأثر بمحيطه الداخلي انطلاقا من أسرته ووصولا إلى المجتمع. وسؤالنا لهذا اليوم يقول: من هم الأربعة الذي لا خامس لهم؟ ويلا نروح مع بعض نشوف إجابة السؤال في برنامج مع الناس. السؤال يقول: ما هم الأربعة الذي لا خامس لهم؟ أربعة الذي لا خامس لهم. الأربعة الذي يظلهم الله في ظله. أربعة يظلهم الله في ظله. ما همش أربعة، إحنا نعرف إنهم 7. 7. أربعة الذي لا خامس لهم. أربعة. هو يعني سؤال ديني. أيوة سؤال ديني. أربعة الذي لا خامس لهم. هم كل الفروض 5. الفروض 5. أيوة. باقي معك محاولة. أربعة الذي لا خامس لهم.
الخلفاء ايش؟ ها؟ ايش؟ الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين هم 5 الخلفاء الراشدين. إذن كملينا الثلاث الإجابات. شكرا جزيلا لك. من هم الأربعة الذي لا خامس لهم؟ الأربعة الذي لا خامس لهم. الأربعة الذي لا خامس لهم. ما بش أي مساعدة. ما بش أي خيارات. الأربعة الذي لا خامس لهم. أربعة الصحابة. لا. السؤال يقول ما هم الأربعة الذي لا خامس لهم؟ الأربعة الذي لا خامس لهم. الله أعلم. الله أعلم. شكرا جزيلا لك. من هم الأربعة الذي لا خامس لهم؟ من هم الأربعة الذي لا خامس. من هم؟ أنا بين أسألك أنا. قال لي من هم؟ والله ما أعرف. لا تسأليني ولا. شكرا لك. السؤال يقول ما هم الأربعة الذي لا خامس لهم؟ الخمسة. 4 لا خامس لهم. اللهم صل على الخمسة. الخمسة. الخمسة أهل الكساء. مع 4 لا خامس لهم. ماشي عندك أي معلومات؟ شكرا جزيلا لك. الجميع إن شاء الله. من هم الأربعة الذي لا خامس لهم؟ ما بش أي معلومات. السؤال يقول ما هم الأربعة الذي لا خامس لهم؟ ماشي. ماشي. ها؟ أخبط حاجة. الدهر. ما. 14 الجمل والجمل ما شلهم. شكرا جزيلا لك. من هم الأربعة الذي لا خامس لهم؟ الأربعة إلى خامس لهم. ما بش أي معلومات. شكرا لك. سؤال اليوم يقول من هم الأربعة الذي لا خامس لهم؟ 4 لا خامس لهم. 4 لا خامس. 4 لا خامس. والله قدما ما في هذا الموضوع. فكر زيد حاول. ما عبيت. كان في بالي بس يعني ذا الحين ما. أي واحد يرتمش. أيوه. شكرا لك يا عم. السؤال يقول ما هم الأربعة الذي لا خامس لهم؟ 4 لا خامس لهم. ما هم؟ 4 لا خامس لهم. والله ما أدري. شكرا جزيلا لك. 4 لا خامس لهم. 4 لا خامس لهم. علمي علمش. أنا مع علمي أنا داري إيش الجواب. غششين أول هكذا واحد هكذا. ما ينفعش. شكرا لك. السؤال يقول ما هم الأربعة الذي لا خامس لهم؟ أيش هم الأربعة الذي لا خامس لهم؟ ما شن داري. 4 لا خامس لهم. 4 أشياء. 4 حاجات دينية. 4 حاجات سماوية. والله ما أدري أنا شايف. ما شن داري. ما قريتش نهائيا. شكرا جزيلا. من هم الأربعة الذي لا خامس لهم؟ 4 اللي ما بش لهم خامس. الواحد الله على 2 الليل والنهار. 4 أصحاب الكهف. هم أصحاب الكهف 7 أو ثامنهم كلبهم صح؟ أيوة صح. 4 ما بش معلومات. والله إني على بالي الذي بس الآن. أيوة هدرت بس. شكرا لك. السؤال يقول ما هم الأربعة الذي لا خامس لهم؟ السماوات والأرض. السماوات والأرض.
هذا سؤال ديني. هم 5. الأربعة الذين لا خامس لهم. السؤال يقول ما هم الأربعة الذين لا خامس لهم؟ 4 كتب سماوية. أيشن؟ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. ألف مبروك، إجابة صحيحة، وهذه جائزة مقدمة من شركة دادة للصرافة. حيوا تستحق التحية.